على السلامة وصباح الخير عليكم، وان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. كما حكينا في الفيديو السابق واللي انا مع تحضيرات رمضان وراح نكملوا المرحله الثانيه واش راح يكون فيها بعد ما كنت درت تنظيف عميق للثلاجه تاعنا. دونك نقرر لكم نبداو على بركه الله. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلوات والسلام. الحاجه الاولى اللي بديتها هي كانت الدار كاع نقيه وتشعل، خرجت حليت الطاقه كما راكم تشوفوا وحطيت القطيطات التوعيه يتسمشوا لازم يتسمشوا. هنا كانت سيليسا كانت ولدت مع بنتها، كانت معها روزا مقابلتها، وهذوك الصغيرات حطيت الكتكوتات صغيرات يتسمشوا. كان الجو بزاف هايل، وكما راكم شفتوا هاد السمانه كانت سخانه، يعني راهي شويه مش معقوله سخانه بزاف. ونروح مباشره للتحضير. اليوم حنوجد معكم طريقه الاحتفاظ بالليمون. يعني كل راح ندير بزاف مراحل، ما عليك غير تبعي لا فيديو الى الاخر باش تستفادي. هنا كنت حكمت الليمون تاعي قبل ما نبدا ندير اي حاجه لازم نقيه ونعقمه. فهمتوا البنات؟ لازم يتنقى. حكمت هذا البرودوي خاص، يعني اسوس خاص بالتنظيف الخضروات والفواكه. درته وخليت الليمون تاعي عفوا خليت الليمون تاعي تنقع مليح، باسكو راهو فيه شغل فيه هكا ديطاش كحوله تسيبيهم شغل هكا حبوب صغار 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 صغار، هذوك لازم يتنحاو، لازم تحكيه بالطبع كما كتشوفوا معنا. هنا اهو شويه موسخ زياده، وبروفيتيو يا البنات، راه الليمون اهو رخيص وفيه الماء الله يبارك ما شاء الله عليه. انا جبليتي التميسيات باسكو شهر رمضان كامل ما نشربوش الغازوز، تما تسيبيني ندير غير لي جو في الدار، اللي يعرفوني ام على بالهم. ودونك واش درت هنا بعد ما كان ترنخ مليح في الماء، جبت حكمت الحبل تاعي ونحك بالحبه 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 حتى نكملو كامل، وتتحصلي على الحبه تاعك نظيفه والو ما فيها حتى حاجه. باسكو علاش راك حتعصرك حتنقي راك حتسكرفجي، يعني هذاك الوسخ الا خليتيه راك حتعفني ديك الحبه تاع الليمون تاعك. من الاحسن حتخدمي خدمه نظيفه وخدمه هايله. بعد ما غسلته مليح وخليته نشف، يعني هنا غسلته الصباح ودرت الفطور وغسلنا الفطور غسلت الماعن وكاع، ومن بعد درت ليه. دوك واش راح نجي ندير؟ راح نجي نقشر هذيك الحبه تاعي تاع الليمون كيما راكم تشوفوا، تنحي لها مليح ما تخلي لها حتى اثر من هذاك اللب الابيض تاعها. باسكو علاش هذاك اللب تاعها هذاك راح يخلي لك مروريه، وهذيك المروريه حتصمت لك كامل لو جو تاعك. دونك انا نوري لكم هكذا كيفاش ديروا كيفاش تحتفظوا به. وبعد في رمضان حنديروا الوصفه تاع العصير تاع الليمون تاعنا. شوفوا ما خليت حتى اثر من هذاك الاخر الابيض. وهنا اللي شفتها الحبه تاع الليمون تاعني شوفها شويه خضره هكايا وكامل ماهيش صفراء مليح مليح، هذه نحطها في جهه. على حطيتها في جهه هذا حنرابيه، يعني حنسحقوا لي زيس دو سيترون. ديري به الكاطو، ديري به بزاف صوالح، تخبيه في الثلاجه فوالا. وديري الا كنتي حابه كميه بزاف تاع لو زيس دو سيترون قشريه كامل، رابيه كامل، سكرفجيه كامل. ولا تحتاجي كميه قليله ما فيها بس. وهنا كنت يعني تعاوننا فيه انا ورموز هو كان ينقي، حكمني الموس كان ينحي الكبير، وانا ندير لا فينيسيون هكذاك باش سلكناه بالخف وكملناه. وهكذا تحفزي تانيك وليدك يتنشط معك، سورتو الا كانت طفله تعلمي لها الشغل تاع الدار من صغر. دونك انا وليدي يعني نعلم له هكا شي صوالح. عباكم باللي عندي غير هو، ما كانش طفلات ما لازم هذه الدنيا الواحد يكبر واحد كش ما يصرى يمرض ولا نصيب وليدي في كتافي. دونك نتوما تانيك يا البنات الا عندك الا اللي عندهم يعني الذكور ما عندهمش البنات لازم تعلموهم الشغل تاع الدار. يعني ماشي كصافي دير كي تعلمي له شغل تاع الدار راكي رديتيه عويطقه، لا بالعكس هكذا يخرج قايم بالبيت. انا يعاونني وليدي يعاوني وما فيهاش عيب، ما كاينه حتى حاجه. هنا هذوك اللي قلت لكم خليت باش نسكرفجهم سكرفشتهم بالسنه الرقيقه. شوفوا كيف راه جا مزربع جا هايل اللي يشهي وريحه القارص يا يما حنونت. هذيك لا جورني اللي كنت نخدم بها القارص ضربت خواجه هو يريح في الدار بسم الله ما شاء الله، ريحه الليمون واحد الانتعاش واحد الطاقه واحد يعطيك روعه روعه روعه. وجبت هاد كيما قلت لكم هاد لي
هاد لي بواط درتهم في كونجيلاتور، وكتبت هكذا، جبت ماركر كتبت فيه مبشور الليمون باش نعرف باش ما يتلفش. فوالا يعني هي ما يتلفش صح، حبيت نكتب. وهنايا جبت ساشي تاع كونجيلاسيون باش نعطيكم طريقه كيفاش راح نجمد هذوك الحبيبات، هذوك الحبيبات تاع الليمون تاعنا. يعني درت 3 ساشيات ما عمرتهمش مليح. شوفوا ديري كميه قليله وتربطي الساشي تاعك، وتحاولي هذاك الليمون تاعك كي ديريه في الثلاجه ديريه شغل هكا مسطح، ما ديريه ما تجيكش حبه فوق حبه باش ما تلاقيش صعوبه في كي تحبي تنحيهم. فهمتوني البنات؟ ما موكم فاهمين واش راني حابه نوصل الفكره. فوالا. وهذوك لي بواط راني منظمه فيهم، يعني بزاف عمليين بزاف هايلين وما مش غاليين. وكذلك علاش درت هاد لي بواط؟ باسكو عباك لي بورطمونجي تخليت فيهم كي نفتح انا الكونجيلاتور نعرف كيف نفتح. شوفوا دونك نعاود ندير لكم البورطمونجي. انا حطيت هذاك الليمون تاعنا، شوفوا حطيته شغل على وجه واحد بك هكا مسطح مليح، وخليته حتى يتجمد مليح، ومن بعد تعاودي تنحى باش تحصليهم فركتين، حبيبات تاع الحبات تاعك مفركتين. كيما قلت لكم هذوك التخليط في لي بورطمونجي كي نفتح انا نعرف نفتح بالترتيب ولا نخبي بالترتيب. بصح الا فتح الزوج تاعي ولا رمزي من داك يطيحوا باللاره وباللاره تتكسر، بصح هادو ما كي يطيحوا تعاود تنوض ما تتكسرش. يغيدوني البلارات تشريهم بالغلا والكوا ومن بعد يتكسروا لك. هذوك دوك فضلت نديرهم في الثلاجه من تحت، وهذوما نديرهم في المجمد. وهنا جبت قسمت الاخر تاعي. هنا دوك حنديروا العصير تاع الليمون. نحتاجوه ديري به كاش تحليه كاش عفسه ولا، يعني درت عصير هكذايا، يعني نوعت درت شويه عصرت وشويه خبيته حبات. دونك اللي عندها الروبو هذايا تخدم بالروبو هذا، واللي ما عندهاش تخدم هذيك العصاره مانيوال تخدم صح. حتلاقي شويه صعوبات بصح معليش ما فيها بس تخدمي، يعني حاولي ديري كامل. وهاد لي شابو تاع القارص اللي نحيناهم كذلك ما ترميهمش. في فيديو جاي ان شاء الله باذن الله الرحمن راح نعطيكم وصفه ولا اروع منها، وصفه بزاف هايله للتنظيف الاواني. يعني حطيتها في الانستغرام، صحاباتي تاع انستغرام كاع شافوها وعجبتهم. دونك اللي ما عندهاش الانستغرام تاعي تكتب بنت العاصمه بالفرنسي دي زد راح يخرج لها الانستغرام تاعي. نزيد نحط لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف، يعني نشارك معهم دي ستوري، نشارك معهم ديري الصغار هكا اللي ما يحتاجوش محسن ما يشقوش حتى نرجع عليهم لليوتيوب، يعني اسئله واش حابين واش ما حابين. اللي حابه تجي تواصل معنا. فوالا كيما قلت لكم هاد لي شابو كامل ما نرموهمش نحطوهم بجيه نكملوا العصير تاعنا. وكذلك درتو في هاد لي بواط. دونك ولا كنت حندير جو هاد بواطه حتكفيني، باسكو شوفوا كاين بزاف يقولك ديري في الكاس تاع جوطابل، ومن بعد هذاك الكاس تاع جوطابل دير له ريتله تاع الماء. جوطابل تاع لاتاي دير له ريتله تاع الماء. انا هذيك انا ما يجينيش هذاك جو تاع قارص، يجيني صامت فيه الماء اكثر من قارص. بصح انا لا نحب. دونك ولا كنت حندير الحبات هذوك ندير 3 حبات ولا 4 ومع 2 تاع الماء. يعني نعطيكم الوصفه نهار اللي لحقوا ليها. ولا كنت حابه ندير بهذا العصير راح ندير هاد البلاره كومبلي مع 2 تاع الماء. دونك هاد البلاره يا ربي راهي فيها وقل واحد 100 مليلتر هكاك، ولا ما فيهاش بزاف، يعني مليحه كميه لاباس بها مع السكر والماء راح يجيك عصير ولا اروع منه. شوفوا شحال درت من الباطا بسم الله ما شاء الله الله يبارك. وهذوك الالوان يشهوا يا يما اليوم هذا فيديو كومبلي من الاول للاخر هو تاع ليمون فقط. هكذا نحطوهم في المجمد تاعنا. دونك انا عندي فريغو عندي المجمد الصغير. دونك انا واش ندير في المجمد نجمد، ومن بعد كي نشوفهم جمدوا نروح نحط في الفريغو. وهنا بعد يعني هذه ليله الثانيه خليتهم باتوا ليله هذوك الحبيبات بعد ما يبسوا جمدوا كاع نجو نحتفظوا بهم في العلبه تاع التخزين. هكذا نهار اللي تحبي فيهم الغطاء، نهار اللي تحبي تجبدي الليمون تاعك تجبدي شحال تحبي، حبه 2 3 4 5
كيما تحبي نتيا. هكذا شوفوا شحال طريقه منظمه واسوس غير خفيفه. ان شاء الله لي زاستيس هادونا اللي نعطيهم لكم يوالموكم وتحسي العمل تاعك راه مرتب والعمل تاعك راه هايل، وكي تحبي تخدمي حاجه ما تعجزيش عليها. دونك زعما لو كان كي حطيتيهم كاع هكاك ويبسوا على جهه تحبي ديري جو تاع القارص تقولي يا ميابسين خلينا منهم بصح هكا ما تعجزيش. ومن بعداتيك خصنا هذوك العديان، انا نعيط لهم العديان الماعن، خصنا فحفحنا الكوزينه. وهنا كتدبيره خفيفه كنت حطيتها في الانستغرام. عجبوني هاد الحجر بزاف بزاف شابين، جبتهم غسلتهم نقيتهم وجدت حطيتهم. هادو جبتهم غير من برا يعني تزيينه غير من الشارع ماشي حتى حاجه. هنا معنا لي تخافوا في الحومه. عجبوني هاد الحجيرات جبتهم غسلتهم مليح مليح بالشيته ونشفتهم وحطيتهم في السجره. شوفوا شحال جات شابه هذيك لا بلانط تاعنا، مددت لها ديكور ولا اروع. وزدت شيت لها هاد القفيفه كيما كنت تشوفوا شيتها ب50,000 من حمام نوان ودرت شبحت بها. والعشيه خلاص عييت سلكتها غير بالبيض والفرماج وكاشير. درت لهم ساندويتشات بريسيتوم عفوا. والحمد لله هذا هي كانت الفيديو تاعنا. ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم، واذا كانت نال الاعجاب تاعكم خلوا لنا هذاك التعليق المحفز والتعليق الجميل وبارطاجيو القناه باش يعني نستمروا في العمل. وراح نقول لكم باللي كاين بزاف جديد وكاين بزاف افكار يفيدوكم. ما بقى لي دوك نقول لكم تهلاو في روحتكم ودمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء مع فيديوهات اخرى والسلام.